المغرب في نصف نهائي كأس العالم. ايه يا تكتيكانو؟ منتخب المغرب في نصف نهائي كأس العالم. يا عم انت بتقول ايه؟ المنتخب المغربي في نصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على البرتغال، احد الفرق المرشحة للفوز بالبطولة، لان طبعا معاهم سكواد عظيم جدا جدا جدا. وقلنا امبارح قبل المباراة انه منتخب البرتغال بيملك قوة ضاربة، فريق متنوع جدا في الهجوم، عكس اسبانيا اللي هي اصلا برضو فريق ما كانش سهل، وفريق كان قوي ومنظم جدا تكتيكيا على ارض الملعب. ولكن مع ذلك رجاله منتخب المغرب والكابتن وليد الرجراجي يعني عملوا انجاز عظيم، فعلا انجاز عظيم. انا مش عارف ادخل في تحليل لان عايز افرح معاكم بجد. مباراه كانت عظيمه جدا. اوعى يكون حد قال لك ان المنتخب المغربي كسب بالحظ، ابدا ابدا. ده انا عامل فيديو مخصوص هينزل بعد ده ان شاء الله، هيوضح السلاح الاقوى هجوميا للمنتخب المغربي، واللي من خلاله البرتغال انهارت ضد هذا السلاح الهجومي، اللي من خلاله يعني المنتخب المغربي كان يقدر يكسب 2 و3. لكن المهم اننا في النهاية المنتخب المغربي كسب. فعلشان ما اطولش عليكم في المقدمة، عايز اقولك تنزل حالا دلوقتي، يعني تفجر اللايك الجميل وتكتب دايما المغرب او ديما المغرب حسب لغتكم، اكتبوها في التعليقات. ويلا بقى علشان هنتعرف على التفاصيل التكتيكية، واوعى تترك ثانية واحدة في الفيديو علشان هتعرف ازاي المنتخب المغربي كان بيدافع، ازاي كان بيهاجم، السلاح الاقوى هجوميا، وازاي سجل الهدف اللي سجله تكتيكيا على غير العادة، على عكس المتوقع. المنتخب المغربي سجل هدف عظيم جدا تكتيكيا ضد منتخب البرتغال. وكمان هنشوف البرتغال كانوا بيلعبوا ازاي، وازاي تم تعذيبهم تكتيكيا، وازاي كانوا بيعانوا، وكلام كتير مهم جدا. يلا بينا تعال نبدأ بأول شيء، وهو ضغط البرتغال. ازاي في الأول كان صعب على منتخب المغرب، وبعدها منتخب المغرب قدر انه يعمل بعض الهجمات ويفلت من الضغط. وكمان هنشوف ازاي المنتخب المغربي سجل الهدف العظيم. لاحظ كده، المنتخب البرتغالي بيضغط ب4-2-3-1، تقدم الظهير في جهة الضغط. يعني هنا رافائيل جيريرو الظهير الايسر رايح يضغط على الجهة اليمنى عند اشرف حكيمي، في حين جواو فيليكس وبرونو فرنانديز واقفين في انصاف المساحات. ليه؟ علشان برونو يكون قريب من الظهير الايسر يحيى عطية الله، وكمان يضغط على رومان سايس. وفي الجهة اليسرى جواو فيليكس يكون قريب للضغط على جواد، وكمان لما تخرج التمريرة من جواد لاشرف حكيمي يضغط على حكيمي مع جيريرو، في حين برناردو مع امرابط، وراموس طبعا برضو بيضغط على رومان سايس ويرحل في منطقة الضغط. ازاي؟ اهو زي ما انت شايف الكرة مع جواد رجع لمين؟ لبونو. فهنا عمل عليه جواو فيليكس ايه؟ كوفر شادو علشان يعزل مين؟ يعزل مدافع جواد. وراموس عمل نفس الشيء علشان يعزل ياسين بونو عن مين؟ عن رومان سايس. لكن مع ذلك ما شاء الله ياسين بونو عمل ايه؟ هنا تحت الضغط عمل ايه؟ لف جسمه وعمل تمريره فوق جواو فيليكس علشان تروح عند مين؟ عند جواد. لكن تلاحظ كده ان اوتافيو كمان اتقدم علشان يضغط على مين؟ على عز الدين قناحي. فكده اصبح كل لاعب مع لاعب. فطبعا جواد لاعب كره طوليه، كانت هنا عند نيفيز اللي قريب من سليم املاح هو المان تو مان بتاعه. وهنا زي ما انت شايف داله الظهير الايمن مع الجناح الايسر للمنتخب المغربي سفيان بوفال، والنصيري معاه دياز، وطبعا هنا معاه بيبي. وهنا مع عوده دياز اصبحوا في موقف 3 ضد 1. ليه؟ لان الكره اصبحت رايحه للعمق مش للطرف. ونفس الشيء وتقدم نيفيز مع عز الدين قناحي، وكالعاده برناردو مع امرابط. فهنا اصبح ياسين بونو مجبر على لعب كره طوليه هنا لدياز، واصبح هنا ايه؟ زي ما انت شايف كل لاعب مع لاعب. لكن بعدها وليد الرجراجي عمل ايه بقى؟ حكيم زياش بدل ما يبقى واقف شويه في الربع الثاني من الملعب، لا انا عايزك تروح تدعم في الربع الاول من الملعب. ايوه قرب مع زمايلك، عز الدين قناحي يقرب هو كمان ويرجع بجنب اشرف حكيمي ويبدلوا المراكز، ويقرب كمان معاهم امرابط ويسندوا بعض. فبالتالي هنا اصبحوا كام؟ 5 ضد 5. لكن لمسه سريعه والثانيه على طول بتضرب الضغط.
الضغط. عز الدين أناحي لعب لاشرف حكيمي، حكيمي لعب لأناحي، أناحي هنا ايه هيلعب لزياش، الزياشي هنا شايف اصبح نزوله عمل ايه؟ صنع تفوق عدد المنتخب المغرب 2-1. فهنا زياش هيلف بالكره ويلعب لمين؟ لامرابط. شايفين؟ فامرابط على طول ايه هيبدل اللعب للمثلث الثاني اللي فيه مين؟ نزول سليم املاح مع صعود يحيى عطيه الله مع المدافع الايسر رومان سايس. شايفين تمريره والثانيه خلاص كده ضربوا ايه الضغط. عز الدين أناحي مفترض ان هو يلتزم في جهه اليمنى، يعني زي لعيبه الوسط اللي محدوده، وسط ايمن يبقى وسط ايمن، لا هو هنا بيرحل نفسه وكانه لوكا مودريتش ان هو يدعم في منطقه الكره. مش بقارن بين الاثنين بس بتكلم على المستوى الحركي والدعم. هنا امرابط مع مين؟ عز الدين أناحي، سليم املاح، ومين كمان جاي يدعمهم علشان الثلاثه اصبحوا 3-3 ضد وسط المنتخب البرتغالي اللي بيراقب هنا ايه مان تو مان. فيحيى عطيه الله عمل تمريره، مين اللي نزل؟ سفيان بوفال نزل يدعم زي ما بيعمل حكيم زياش، ما فيش حد احسن من حد وكلنا هندعم بعض. لعب كره بالكعب، مين اللي هرب هنا؟ ايه سليم املاح هرب بشكل جيد قطع، ولكن هنا بقى الكره طولت منه بعد ما تخطى نفيذ. تحس ان حكيم زياش يعني بيقدم كل شيء ممكن وغير ممكن لقياده هذا الفريق على المستوى الفني مع الكره. نازل هنا وسط ملعب منتخب المغرب ويلعب كرات مباشره. طيب هنا مين اللي يساند مع يوسف النصيري؟ سفيان بوفال، يعني هو جناح ايسر على الطرف، لكن لا طالما كره مباشره يبقى هنا هيدخل ايه يساند علشان يكون مهاجم تاني. راحت عند يوسف النصيري ولكن كانت طويله عليه حبتين. تعال بقى نشوف هدف المباراه العظيم اتسجل ازاي. المنتخب البرتغالي واقف ب4-3-3. هنا ايه اللي حصل؟ امرابط نازل مع خط الدفاع اللي هم مين؟ جواد ورومان سايس ويحيى عطيه الله علشان يكونوا في الربع الاول من الملعب الظل الاسود زي ما انا موضح لك 4-3، فبالتالي يكون خيار للتمرير ويتقدم اشرف حكيمي. وكمان طالما اشرف حكيمي هيتقدم على الطرف فحكيم زياش نازل وسط الملعب ليه؟ علشان يساند مع سليم املاح وعز الدين أناحي ويعوض نزول امرابط للخلف. فبالتالي هنا عز الدين أناحي هو اللي هيستلم التمريره. شايفين يا جماعه الرباعي مثلثات عظيمه. امرابط لعب عند عز الدين أناحي. هنا شايفين بقى صعود يحيى عطيه الله واشرف حكيمي على الاطراف مع نزول وقرب يوسف النصيري. فبالتالي انت كده صانع تفوق عدد في وسط الملعب. عز الدين أناحي هنا هيتقل على كورته لما ضغط عليه من المدافع دياز، وهنا شايفين هيلف بنفسه بالكره وبعدها يروح يلعب لحكيم زياش. حكيم زياش هيطلع من الزحمه من العمق وهيلعب على الطرف على طول. من اللي رايح؟ طالع يحيى عطيه الله ويدعم مع سفيان بوفال. شايف كده سفيان بوفال زي ما شفنا من شويه انطلاقات سليم املاح اهو، برضه هنا سليم املاح شايفين من وسط الملعب رايح فين؟ رايح كمهاجم تاني ويسحب مع مين؟ نفيس. فبالتالي يحرر مين؟ يحرر يوسف النصيري لان بيبي خارج معاه. ولكن هنا سفيان بوفال استلم الكره وحب يدخل كده بها العمق الملعب، قرب منه أناحي زي ما قلت لك هو وسط ايمن، لكن بيعمل ايه؟ بيدعم في منطقه الكره علشان يعوض صعود سليم املاح اللي بيعمل ايه؟ اللي بيتواجد كمهاجم تاني مع يوسف النصيري. فبالتالي كده في تبديل للاماكن المنتخب المغربي يخليك تستمتع فعلا باللعب معاهم على الكره. المنتخب المغربي مش مجرد فريق بيدافع وخلاص او ما عندوش حلول وبيلعب على المرتدات، لا ده كمان لما الكره بتجيله بيبقى عارف هيعمل بيها ايه وازاي ينتقل بها من ملعبه لملعب الخصم. شايف حكيم زياش المفترض يبقى على الطرف الايمن، لا داخل يدعم مع عز الدين أناحي وسفيان بوفال ويحيى عطيه الله هو اللي فات على الخط علشان يعوض ايه؟ نزول سفيان بوفال ايه؟ لوسط الملعب. شايفين هنا أناحي يلعب لبوفال. وشايفين بقى هنا يا جماعه 6 لعيبه من المنتخب المغربي في منطقه الكره في الجهه اليسرى، واشرف حكيمي هو اللي فاتح ايه؟ على اقصى اليمين علشان لما يجمعوا اللعب ولو الدنيا قفلت هيبدلوا بتمريره قطريه عند اشرف حكيمي على الطرف. بوفال استلم بين الخطوط وهيلعب لمين؟ هيلعب لعز الدين أناحي. عز الدين أناحي استلم الكره كده بالكعب ومن حسن حظه ان الكره خبطت في برونو جات له تاني، فعز الدين أناحي راح عمل ايه؟ هيلعب بقى على الطرف عند يحيى عطيه الله. لو لاحظت كده هتلاقي انه المنتخب المغربي بيهاجم في اللعبه دي ب7 لعيبه. اذا هو منتخب على مستوى الاستحواذ والهجوم منتخب جريء شجاع. وهنا اكبر ان المنتخب البرتغالي متراجع خلف الكره بال10 لعيبه. هنا أناحي شايفين لعب بالكره عند يحيى عطيه الله. لاحظ كده هو هجومك ب7 لعيبه افادك بايه؟ افادك انك قادر تسيطر على المساحات بعرض الملعب
الملعب وكمان في العمق. فبالتالي هنا لو تركز هتلاقي اشرف حكيمي هنا ايه كان فاتح على الخط، لكن طالما في عرضيه زي ما قلت لك في اللعبه اللي لعبها حكيم زياش وسفيان بوفال هو الجناح الايسر داخل في الصندوق مع يوسف النصيري، هنا ايضا اشرف حكيمي داخل مع يوسف النصيري. سليم املاح هو مهاجم تاني برضه داخل في الصندوق يهاجم المساحه مع يوسف النصيري، وحكيم زياش جاي من العمق. ايوه احنا ليه لا ما انا هاجم المساحه، فبالتالي يكونوا 4 ضد 3. طيب لو حكيم زياش واشرف حكيمي متراجعين وواقفين على الخط في اماكنهم هيسهلوا المهمه الدفاعيه للمنتخب البرتغالي، لانه كان هيكون في موقف 3 ضد 2. لكن الحقيقه كمان كان في شيء خارق في الهدف، وهو انه العرضيه لما اتعملت من يحيى عطيه الله كان الارتقاء عظيم جدا من يوسف النصيري اللي استغل خروج خاطئ وعدم تفاهم ما بين الحارس والمدافعين علشان يسجل الهدف العظيم. تعال معايا ننتقل لاحد الاسلحه الهجوميه للمنتخب المغربي، وهو ايه بقى؟ الهجوم المضاد. لاحظ كده المنتخب المغربي موجود في منطقه الكره يا جماعه ب6 لعيبه قافلين العمق تماما، فبالتالي جواو فيليكس مش قادر يتنفس ويصنع الخطوره اللي بيعتاد عليها لما بتتوفر له المساحه. هنا الكره اتقطعت منه راحت عند رومان سايس، مين المنتظر تمريره؟ عز الدين أناحي، ثم مين نازل يدعم في وسط الملعب؟ حكيم زياش، ثم مين هيصعد؟ اشرف حكيمي. تمريره على طول لعز الدين أناحي لحكيمي، شايفين لعز الدين أناحي انطلق مع زياش، لعب لزياش، زياش استلم دخل العمق سدد، كانت بجانب المرمى. هنا تاني شايفين المنتخب البرتغالي خسر الكره في ملعب المنتخب المغربي. المنتخب المغربي هنا عنده مين؟ سفيان بوفال، بالرغم انه بيتعرض للضغط في منطقه الكره ب4 ضد 2 الا انه هيلعب تمريره هتضربهم وهتروح لمين؟ لعز الدين أناحي اللي لسه من شويه هو برضو اللي استلم التمريره الاولى من رومان سايس، فبالتالي هو المتنفس المهم جدا على مستوى الهجوم المضاد وتنفيذه من بداياته. هنا استلم عز الدين أناحي في المساحه بين الخطوط، وجاي يحيى عطيه الله اللي الحقيقه قدم مباراه عظيمه جدا على مستوى الانطلاقات شايفين والدعم الهجومي. وهنا حكيم زياش مع يوسف النصيري 4 ضد 3. هنا اتلعبت ليحيى عطيه الله من عز الدين أناحي، سدد هنا يحيى عطيه الله ولكن كانت يعني الحقيقه قلشت منه وخرجت بره المرمى. وهنا كان في امكانيه انه يلعبها كده بالعرض على قوس ال18 جاي حكيم زياش، ولكن مش مشكله يا يحيى عطيه الله. هنا فرصه اخرى سفيان بوفال بيتعرض للضغط، دي قيمه المهاره التقنيه، قدر انه يراوغ طلع من 2 لعيبه ثم ايه انطلق ثم ايه راوغ تاني ثم ايه هيلعب تمريره هنا ليوسف النصيري. مين جاي يدعم يوسف النصيري وبوفال؟ هو عز الدين أناحي اللي هيستلم هنا الكره من خارج ال18 وبيسدد ولكن فوق المرمى. ننتقل لاحد المصادر الهجوميه اللي بيتميز بيها المنتخب المغربي في كاس العالم مع وليد الركراكي، وهو ايه؟ الكرات الثابته. زي ما انت شايف كده فاول بتتلعب من حكيم زياش، سليم املاح واقف كده على قوس ال18 ومد ظهره للخصم، ليه؟ علشان يشغل معاه نظر المدافعين، وبالتالي هنا رايح في ظهره مين؟ جواد يميك ومين؟ ويوسف النصيري. شايف هنا يوسف النصيري هرب لعبها براسه ولكن كانت طبعا فوق المرمى. لعبه تاني هنا من حكيم زياش عظيمه، لعب كره عرضيه كان هيغلط فيها طبعا الحارس وضربت منه راحت عند جواد يميك، ولكن الحقيقه ما كانش محظوظ خالص في ان الكره تضرب في دماغه وتدخل في المرمى. اوعى تقفل الفيديو، دي مباراه للتاريخ ولازم تعرف اهم تفاصيلها التكتيكيه. هننتقل بقى للشيء اللي تفوق فيه وليد الركراكي ومن خلاله استطاع المنتخب المغربي انه يتعب ويرهق المنتخب البرتغالي. ازاي؟ هقول لك. هنا زي ما انت شايف المنتخب البرتغالي بيستحوذ على الكره ب 3-2-4-1، وكان هنا سانتوس عايز يعمل ايه؟ عارف انه المنتخب المغربي بيلعب ب3 في وسط الملعب 4-3-3 وفي الحاله الدفاعيه 4-1-4-1، فهو كان عايز يرمي 2 خلف مين؟ خلف امرابط، وهم برونو فرنانديز وجواو فيليكس، والاثنين اللي يكونوا تحتهم برناردو سيلفا واوتافيو، فبالتالي يكونوا كام؟ 4 ضد 3 في عمق الملعب على امرابط وسليم املاح وعز الدين أناحي. لكن اللي حصل من وليد الركراكي واللي حصل ايضا في مباراه كرواتيا انه دخل ايه؟ الجناح الايمن زياش كده للعمق وسفيان بوفال ايضا للعمق بجانب سليم املاح، فاصبحوا كام بقى؟ اصبحوا 5 ضد 4. يعني انت كنت عايز تتفوق عليا، انا تفوقت عليك بالزياده العدديه. وبالتالي هنا المنتخب البرتغالي بيلجأ لايه؟ للعب على الاطراف، هو مش عارف يعمل خلاص حاجه في عمق الملعب، فبالتالي هنا نشوف روبن دياز هيلعب عند رافائيل جريرو. طبعا كانت في ادوار هجوميه للثنائي جريرو ودالوت على اقصى اليمين واليسار. هنا برضو بنشوف بقى ايه؟ التحول بقى لبعض الاشكال، يبقى اصبح كده تقدم مين؟ تقدم
عندهم اوتافيو مع راموس وبرونو وجواو فيليكس، والاطراف زي ما هي دالوت وجريرو، لكن هنا موجود برناردو مع نيفيز، وعمليه البناء مع دياز وبيبي 4-6 واللعب على عرض الملعب. هنا 3-2-5 مره ثانيه، دالوت هو اللي ثابت في الخلف، وتقدم برونو هو على اقصى اليمين مكان دالوت، وطبعا جريرو هو اللي فاتح على اقصى اليسار. غيروا تاني، برناردو اصبح هو برضو اللي مع قلبي الدفاع، ويكونوا 3-2-5، نيفيز واوتافيو في الخط الثاني، ودالوت وجريرو فاتحين على اقصى اليمين واليسار، برونو وجواو فيليكس خلف راموس. هم عمالين يبدلوا، عايزين يوجدوا اي حلول، عمالين يبدلوا في الاماكن، لكن المنتخب المغربي ثابت على موقفه زي ما انتم شايفين، خطوط متقاربه، العمق مقفول، الاطراف مقفوله، ترحيل جيد جدا وعظيم في منطقه الكره. هنا غيروا المنتخب البرتغالي اللي كان بعد اول نص ساعه، غيروا ل 3-7. احنا خلاص بقى، ما المنتخب المغربي قافل جدا، عايزين نفتح عرض الملعب ونلعب كرات مباشره. هنا نيفيز رايح يلعب عنده اوتافيو، وهنا راحت عند جواد. هنا جواو فيليكس جاي ايه في المساحه، يعني منتظر اي حاجه. الكره الثانيه استلم وراح وسدد، ولكن الحقيقه جواد يميك قدم مباراه عظيمه، وحش ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه. هنا برضو العمق مقفول من المنتخب المغربي، فخلاص هم عايزين يلعبوا على الاطراف. فهنا روبن دياز راح على الطرف، رافائيل جريرو مين برضو اللي جاي في العمق، شايفين هنا بيتسحب خلف راموس. جواو فيليكس لاعب ذكي جدا، استقبل تمريره من جريرو وهنا تسدد، ولكن كانت فوق المرمى. هنا برضو ايه الشغل بقى على ايه، توسيع الملعب بدالوت وجريرو ولعب كره مباشره، ومين اللي بيتحرك في انصاف المساحات زي ما شفنا من شويه، جواو فيليكس في الجهه اليسرى، هنا برونو في الجهه اليمنى، يكون امام يحيى عطيه الله علشان يدي حريه لانطلاقه من دالوت. اتلعبت الكره المباشره، ولكن هنا لما خرج يحيى عطيه الله ظهرت خلفه مساحه راح فيها برونو، استقبل التمريره بالراس من دالوت علشان يروح برونو ويسدد، ولكن الحمد لله ان الكره كانت في العارضه. احد برضو الاسلحه الهجوميه للمنتخب البرتغالي واللي حذرنا منها امبارح وعدت على خير النهارده، واللي كانت نقطه ضعف المنتخب المغربي ضد اسبانيا، التعامل مع الكرات ايه، الكرات البينيه خلف خط الدفاع، الكرات الثابته زي ما انتم شايفين. مين هنا اللي بيهرب في المساحه؟ جواو فيليكس، شايفين راح ولعبها، ولكن الحقيقه ياسين بونو تصدى لها بشكل عظيم جدا. هنا برضو كره ثانيه واللي حصلت ضد اسبانيا، برضو اللعب ايه في ظهر الدفاع من الفاولات، لازم نركز على النقطه دي قبل مواجهه فرنسا. هنا برونو فرنانديز رايح يلعب فين؟ في المساحه عند نيفيز، نيفيز هنا بيلعب الكره خبطت في المدافع وراحت هنا عند رافائيل جريرو اللي بيسدد، ولكن جواد يميك الله اكبر عليه، الله اكبر عليه، عمل تغطيه عظيمه جدا. هنا احد بقى ايه الاسلحه الهجوميه واللي كانت بتسمح للبرتغال انهم يسترجعوا الكره بسرعه، الضغط العكسي. اول ما يفقدوا الكره طبقوا ضغط عكسي، شايفين 4 ضد 3 على طول، قطع الكره تحولوا برناردو عند برونو، برونو سدد ولكن فوق المرمى. مره ثانيه ضغط عكسي، يحيى جبران هنا زي ما انتم شايفين بيحاول يشتت الكره، ولكن ايه ريكاردو اورتا عمل ايه، الراجل هنا زي ما انتم شايفين راح قطع الكره، هيلعب لرونالدو، شايفين رونالدو هنا شايفين بيستقبل التمريره بيريحها لجواو فيليكس، فيليكس بيسدد، ولكن الله اكبر عليه قافل المرمى، السد العالي المغربي ياسين بونو. مره اخرى هنا ياسين بونو هينقذ الموقف ازاي، برونو راح يلعب في المساحه تمريره كده خبيثه عند رونالدو، رونالدو قطع ولعبها كده تحت ياسين بونو علشان الدنيا هتبقى صعبه، لكن الله اكبر عليه ياسين بونو هنا عينه فين، عينه على المرمى، بيحاول يكشف المساحه قبل الكره ما تروح لرونالدو، وبعدها رونالدو لعبها تحت ياسين بونو كده، ولكن ياسين بونو الحقيقه كان رد فعله سريع انه نزل لتحت بسرعه وغطى وتصدى للكره. وهنا برضو الكره بقى الاخيره في اللقاء اللي اتلعبت عرضيه، وهو المنتخب البرتغالي بيهاجم بال10 لعيبه في الثلث الاخير، واتلعبت من رافائيل لياو، داخل بيبي المدافع هنا يهاجم مع جواو فيليكس ورونالدو، عدت رونالدو راحت عند بيبي، ولكن كانت بجانب القائم، علشان تنتهي المباراه بفوز وصعود المنتخب المغربي على حساب البرتغال. وكده يعني الحلم اصبح حقيقه. قبل ما تقفل الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات، لان في فيديوهات مهمه جايه، منها فيديو هيوضح لك بالتفصيل السلاح الاخطر هجوميا للمنتخب المغربي، واللي ازاي كان من خلاله يقدر يفوز ب2 و3 ضد البرتغال. كمان هعمل فيديو عن الادوار الدفاعيه للاعيبه الخط الامامي في انهم ازاي دفعوا بشكل عظيم جدا ضد اخطر سلاح هجومي عند منتخب البرتغال. وكمان لو اتفاعلتوا بشكل جيد والفيديو ده تخطى 5000 لايك، ان شاء الله يكون في فيديو تحضيري لنقاط ضعف والقوه عند منتخب فرنسا. في النهايه كان معاكم احمد سيد من قناتكم تكتيكانو، دمتم في رعايه الله.